مساء الفل، معاكم الدرش فيديو جديد. والنهارده معانا مقارنه مين بيعمل احسن ورقه لحمه في مصر. احنا عارفين طبعا ان مش كل المحلات بتشتغل بلحم بلدي، في اللي بيشتغل بمستورد وفي اللي بيشتغل ببلدي. هل هنعرف نفرق ما بين اللحم البلدي والمستورد في الطعم بس ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه حلقه النهارده، لان عوامل اللحمه المستورده من البلدي كتير جدا، مش هنعرف نخلصها كلها في فيديو واحد او نعمل مقارنه شامله بالنسبه لنوع اللحمه، لان ورقه اللحمه اصلا متقطع نسائر صغيره فما بيبقاش باين نوع اللحمه عامل ازاي. احنا هنحاول نعرف من الطعم بس النهارده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك، اشتراك في القناه، ولو عندك فكره فيديو اكتبها لي في كومنت. يلا نبدا مع اول واحد. اول واحد جه معانا النهارده قصر المندي. قصر المندي جاي النهارده بسعر 235 جنيه، وهو ارخص واحد جاي معانا النهارده. طيب قصر المندي جايب رغيفين عيش، شكله هو اللي عاملهم كده، عليهم حبه البركه، شكلهم حلو قوي والله. وجايب ورقه اللحمه. عرفنا يا سيدنا ورقه اللحمه مش لازم تبقى قوي كده يعني. ده كده شكل الاوردر. ورقه اللحمه من عند قصر المندي جاي بسعر 235 جنيه. زي ما انتم شايفين كده مقطعين خضار طويل كده كبير، وجايبين مع الاوردر بطاطس، وكده في اللحمه زي ما انتم شايفينها اهي. يعني هي كميه لحمه مش كتير قوي، في حوالي 6 أو 7 قطع لحمه صغيره، يعني النساير لحمه. طيب قبل ما ندوق، كده ورقه اللحمه دي ما لهاش معيار ثابت بالظبط كل المطاعم ماشيه عليه، فبتختلف من تتبيله مطعم لمطعم تاني. انا بالنسبه لي ورقه اللحمه بحبها تكون من غير خضار، لان بطاطس او كده بحس ان انا دخلت في تورلي وطاجن. فورقه اللحمه بالنسبه لي الستاندرد بتاعها تبقى التغذيه بتاعتها زايده، ومعاها بصل وطماطم وفلفل، بس من غير بطاطس. فتعال ندوق البطاطس الاول. البطاطس شاربه قوي من الطعم بتاع التوابل، طعمها حلو قوي. ناخد كده قطعه لحمه. بص هم جايب كده النساير صغيره، بس قطعيه حلوه قوي. اللحمه شكلها احمر، شكلها حلو قوي يعني. ميكس التتبيله، الفلفل الاسمر مع الكمون مع التوابل مع البطاطس عاجبني. بس انا بالنسبه لي طعمها مايل اكتر لطاجن التورلي من ورقه اللحمه. التخديعه مش قويه، الصلصه وكده مع الطماطم، واللحمه فيها سنه شده كده. بص هي قطعه اللحمه نفسها يعني بتشد شويه، مش دايبه خالص. طعمها حلو، انما القطعيه نفسها تحس ان اللحمه بتاخد وقت في المضغ كمان. طعمها مش وحش، بس دي بالنسبه لي اقرب لطاجن التورلي من ورقه اللحمه. نخش اللي بعده. تاني واحد معانا الاكابر. عايز اقول لكم ان الاكابر برضو جاي بنفس السعر 235 جنيه. فهل هيفاجئنا ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه من ورقه اللحمه بتاعت الاكابر. هو الاوردر جاي محمل كده، جايب 5 ترغيفه، سلطات كتير. انا اكتر حاجه بحبها عند الاكابر ان انت في الدليفري بيطلع السلطات ببلاش والطحينه والعيش وكده، انما في الفرع لما بروح فرع زايد لا بدفع ثمن السلطات، بابا غنوج والطحينه. فليه يعملوا لنا الطحينه بتبقى في نفس سعر الاوردر؟ يعني هم عاملين حركه شيك هناك ان الاسعار شامله الضريبه وكل حاجه والخدمه، ودي حاجه انا بحبها قوي في الاكابر. بس موضوع ان السلطات بتيجي في الاوردر الدليفري ببلاش وفي الصاله بفلوس، ده مش عارف، حاسس في نفس الواحد يعني. دي كده ورقه اللحمه من الاكابر، هي جايه صغيره خالص كده. بس اللي عاجبني ان هم حاطينها في طبقين فوق بعض وقافلين على الطبقين، وهتلاقي الورقه جوه هي كمان متقفل عليها، وعاملها شكلها شيك كمان، يعني اللي هو اللي قاعد بعملها بمزاجي. اوه اوه. ده كده شكل اوردر ورقه اللحمه من عند الاكابر. الاوردر جاي كله لحمه، كميه اللحمه طاغيه. الحمد لله ما فيهوش بطاطس، لان البطاطس ما كانتش راكبه خالص في الاوردر اللي فات. كميه لحمه كتير قوي على 235 جنيه. بس لا الاكابر على فكره اكتر حاجه بتعجبني في الاكل لما بيجي ينزل لك هناك كمان ان الكميه بتبقى كبيره، فشكل الاوردر حلو قوي وبيجوع بصراحه. بصوا الاوردر كله لحمه، يعني كل دي نساير لحمه، انت ايدك زي ما تاخد كده لحمه 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 لحمه. فعلى سعر 235 جنيه بالنسبه للمطعم اللي قبله، فلا بالنسبه لي خرافي. هو والله الاوردر كله لحمه ما شاء الله يعني. وده برده مش اعلان والله. انتوا عارفين لولا ان انا عارف الاكابر وانتوا جيتوا قلتوا لي ان دي لحمه مستورده، والله هبطل بادي واكل من اللحمه بتاعتهم. اللحمه جايه دايبه بطريقه مش طبيعيه، اللحمه دايبه قوي 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 قوي. التتبيله بتاعت اللحمه جميله، البهارات المحطوطه على الخضار تحفه، الميكس كله على بعضه تحفه. يعني انا بالنسبه لي ورقه اللحمه دي اجيب 10 ترغيفه واعملها سندوتشات ورقه لحمه. عاجبني قوي الاوردر ده النهارده. ازاي ده من 235؟ والله ازاي؟ لو ما حدش جه علق عليها هيكسب النهارده. يلا نخش على بعض. بعد كده معانا حواوشي الربيع. حواوشي الربيع بقاله فتره عشان هو عنده جزاره وكده بيعمل كميه اصناف باللحوم مش طبيعيه، فكان لازم نجيبه معانا النهارده. حواوشي الربيع جاي بسعر 250 جنيه، وجاي عامل حاجه باكينج محترم قوي قوي. عايزين ناكل طيب. ليه؟ الله الله. طيب الاوردر جاي معاه 2 طحينه وشويه كده مخلل وليمون،
فاقول لكم جاي معاه كام رغيف. ايه ده؟ اه جاي معاه 3 رغيفه، بس انا شايف 3 رغيفه شويه قوي على على ورقه اللحم. تعالوا نفتح مع بعض كده الاوردر. متغلف كويس قوي وواصل كويس قوي مع انه برده مش قريب مني. تعالى بقى ايه نفتح كده ورقه اللحمه. ده كده شكل ورقه اللحمه من عند حواوشي الربيع، جايه بسعر 250 جنيه. برده جايه كميه اللحمه كتير. الحمد لله برده ما فيهاش بطاطس. سعر 250 جنيه يعني اغلى من الاكابر ومن قصر المندي ب 15 جنيه، فكلام عبيط خالص. بس هل التتبيله بتاعته بقى هتتميز عنهم، هتبقى طعمها احلى او لا؟ ده اللي هنشوفه. هي اكتر حاجه مضايقاني من قبل ما ابدا الاوردر ان العيش مش صابح، ما كنتش عايز ابوظ لي التجربه، بس كل مطعم مسؤول عن اللي هو بيقدمه بقى. حوش ربيع هاتوا لي عيش صابح. طيب هي اللحمه متقطعه بقى ايه هنا؟ اللحمه متقطعه نسائر صغيره خالص كده، ولا كأن حاجه دخلت بقي. يعني مجرد ما حطها على لساني هي دخلت باشت. اللحمه السوا بتاعها حلو قوي 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 قوي. بص مش عارف اطلعها والله. بصوا، فالتسويه بتاعتها تحفه. عايز اقول لكم بقى على التتبيله وكده، بس لما ناخد لقمه كامله بالعيش. وبرده الميزه ان هي كلها جايه مليانه لحمه، يعني هي كلها لحمه، مفيش خضار كتير، مفيش، لا هو داخل لك في المضمون على طول. لحمه مش طبيعيه. اللحمه مش طبيعيه والله. اللحمه دايبه 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 دايبه. عايز اقول لكم ان التتبيله جايه مختلفه خالص. هو عامل التتبيله بشكل، هو الفلفل الاسمر فيها مش عالي. اكتر حاجه باين فيها لما تيجي تنزل بالخضار على الجريل وكده والصوصات بتاعت الخضار كلها، ينزل الميه بتاعته مع اللحمه، البصل مع الفلفل الالوان مع شويه التوابل، بيديك طعم حلو قوي. اكتر واحد جاي النهارده طعم اللحمه باين فيه هو حواوشي الربيع. التوابل مش عاليه اوفر، مفيش اي حاجه عاليه فيه. واللحمه جايه ناعمه نعومه مش طبيعيه. قطعيه اللحمه اللي معمول بيها ورقه اللحمه حلوه قوي قوي قوي. يعني ده كده يخش في منافسه وش مع الاكابر. نخش في اللي بعده. بعد كده معانا حضرموت شيخ المندي، جاي النهارده بسعر 275 جنيه. لا هو جايب طبقين كده، فهنشوف بقى هو جايب عشان الاوردر شكله كبير. طيب اكتر حاجه بتميز حضرموت شيخ المندي هو سلطه الزبادي بتاعته، بحبها قوي عنده في المكان. هو جايب طبقين. ده تصدق هو الوحيد اللي عمل الحركه دي. طيب هو جايب طبقين كده، طبق حاطط فيه رز لوحده. انا اول مره اشوف حضرموت شيخ المندي اصلا بيقدم رز في شعريه. يعني اللي اعرفه عنه على طول ان هو بيقدم الرز البسمتي مع المندي والكفته والطرب وكده. فهو جايب لنا بصراحه شويه رز حلوين اهم. وجايبين ورقه اللحمه. انا كده هفتحها واوريها لكم. الشكل اللي كنت خايف منه، شكل عامل ورقه اللحمه بلحمه ضاني. تنتيل المحل. والله سطله. ده كده شكل ورقه اللحمه من عند حضرموت شيخ المندي. وعايز اقول لكم ان الريحه بتاعتها قلبه الاستوديو، يعني الريحه بتاعتها حلوه جدا جدا جدا. ولكن هي كميه صغيره شويه، يمكن عشان انتم مش شايفين من الكاميرا، بس كل دي جنب الطبق، كل ده فاضي يعني. بص ده كله لتحت اهو. شكله جايب اللحمه كده لحمه برقي، مش لحم كندوز ولا حتى لحم عجالي، يعني هو بتلو يعني قصدي. يلا ندوقها كده من غير عيش الاول. عايز اقول لكم ان التتبيله، وهو الوحيد اللي جاي حاطط فلفل الوان، فالحاجه ريحتها حلوه قوي. اللحمه تخينه قوي. ده شكل كده التخن بتاع اللحمه، جايه تخينه قوي، وتحس ان اللحمه نفسها في صوص صغيره كده، فالتتبيله بتاعتها مش احسن حاجه. السوا بتاعها حلو بس هي في صوص، يعني نسائر كبيره كده، والتتبيله محلونه قوي. البصل زايد فيها. لو حد يعرف هم بيعملوا بلحمه بقري ولا بلحم ضاني يا ريت يعرفني، لان طعم التوابل المحطوطه مغطي شويه على طعم اللحمه. بس تلاقي اللحمه جاي لونها غامق كده، فبتهيألي انها ضاني. يعني في تيست ضاني برده جاي من بعيد ما دقته، بس ايه، هو مش متاكدين من حاجه 100%، مش هنحكم عليه. فهو عملها بمود خاص بيه، هو بطعم خاص بيه، بس مش ده كيفي في ورقه اللحمه. التغذيه بتاعتها قليله، البصل باين اكتر، باين مكرمل اكتر. هي قريبه اكتر للحمه ببصل، طبعا باختلاف قطعيه اللحم يعني، اللي هي مش متقطعه حتت صغيره. نخش بعد اخر واحد. اخر واحد جاي معانا النهارده بهيه، جاي بسعر 390 جنيه، ولفف لي كده الشنطه لفه هدايا. فبهيه مميز قوي بالاكل الشرقي بتاعه، ومش الشرقي اكتر، يعني قصدي اكل البيتي عند بهيه بيبقى حلو قوي، بس هم عشان قافلينها لي هدايا فانا مش هعرف افتحها، فهقطع الكيس كده. بس بقول لك ايه، فكك انت، ده جايبين لي يجي كيلو. لا لا لا، حجمها كبير. بص حجمها قد ايه. وجايبين عيش هم كده اللي بيعملوه شامي، 3 رغيفه. والستيل زي ما بقول ان انا شايف ان 3 رغيفه دي كميه صغيره قوي 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 على ورقه لحمه، خصوصا جايب لي ورقه لحمه كبيره جدا. ف3 رغيفه دول فكرني بيه، عارف مطاعم الفرايد تشيكن لما بيجي تطلب 4 قطع يديك معاهم كايزرايه؟ يعني انا اعمل بيه ايه ده؟ انا مخلل ده؟ يعني ده رغيف مخلل؟ مش عارف. الكايزر مش ماشي خالص. يعني انا بحترم مطاعم الفرايد تشيكن اللي بتديك عيش صاج، او بتديك عيش اللي هو شكل بتاع الكريب ده.
انا بالنسبه لي فاهم اروح منزل وحاطط. ده في بركه هنا، ده في سمك ماشي تحت. ده كده شكل ورقه اللحمه من عند بهيه. عايز اقول لك ان الاوردر انا ما زومتش كاميرا ولا حاجه، الاوردر كبير جدا يعني. لو عملت زي باقي التصوير اللي فاتوا، بص الحاجه كبيره جدا. بس هو جاي كده مقطع فيها بطاطس ومقطع فيها جزر، فهي برضو بالنسبه لي هتبقى اقرب للتورلي، بس احنا هنجرب مع بعض. وبرضو حاسس ان اللحمه القطعيه بتاعتها تخينه. هنشوف كده. اه يعني قطعيه يعني تخينه سنه عشان تبقى في السوا بتاعها يعني. تعال نجرب اللحمه كده من غير عيش ومن غير بطاطس وحبشتكنات. بص هي حته لحمه طريه قوي، بس اللحمه نفسها غامقه كده. حته اللحمه جايه غامقه كده مش فاتحه. مش عارف ممكن تكون واخده تحميره ولا ايه، بس هي دايبه في البق خالص. التتبيله على اللحمه لا هاديه خالص، طعم اللحمه باين. ناخد لقمه كده فيها ايه. مم. ده بالنسبه لي برضو طاجن تورلي، مش ورقه لحمه. يعني الحاجات دي بتاخد في طاجن مع بعض. بغض النظر بقى ان طاجن التورلي بيبقى فيه خضار كتير وده فيه شويه، بس انا قصدي الطعم رايح لي فين. التتبيله حلوه، بس السكر او التعسيله بتاعت البصل اللي واخده الطعم لناحيه مسكره. التوابل مش كتير، طعم اللحمه باين بس كميه الكرمله اللي في البصل مخليها طعمه هو اكتر حاجه طاغيه. بس اللحمه كلحمه طعمها حلو. بعد ما خلصنا تجربه الخمس مطاعم، عايز اقول لك اللي اكتر اتنين عاجبني الاكابر وحواوشي الربيع. الاتنين جايين التتبيله بتاعتهم خطيره جدا. احنا ما اتكلمناش النهارده عن اللحمه سواء مستورده او بلدي، ولكن انا حاولت اوريكم شكل اللحمه من قريب في الكاميرا. فانتوا بصوا واحكموا، ولو عرفتوا تقدروا تكتبوا في الكومنتات. دي حاجه هسيبها لحكمكم انتوا. بس اكتر اتنين كطعم النهارده وتتبيله مظبوطه وسوى اللحمه والقطعيه بتاعتها كل ده بالنسبه لي الاكابر وحواوشي الربيع، ما تخيروش عن بعض. دي كانت حلقه النهارده من الدرش. استنوني الفيديوهات الجايه ان شاء الله. مع السلامه.